اهلا ومرحبا بكم اعزائي ومشاهدين ومتابعين قناة عيون مصرية. ارحب بكم جميعا، معكم سماح الفقي. النهاردة هكلمكم عن موضوع مختلف خالص، وهو جبر الخواطر. وانا مبسوطة جدا ان انا قابلت حد عظيم كده، لان جبر الخواطر ده يا جماعة بيبسط اي حد. فانا قابلت عم ابراهيم، كان طفل ماشي واشترى منه تمر، والكيس وقع منه. الطفل زعل. عم ابراهيم اكبر بخاطره، مع ان عم ابراهيم يستحق ان الناس تكبر بخاطره، لكن هو اكبر بخاطر الطفل وصمم يديله كيس تاني. فلفت نظري، فرحت بصيت له. عم ابراهيم قال لي عايزه تمر، قلت له دوق، وراح مديني الكيس، ورفض كمان انا كمان ياخد مني فلوس. تتخيلوا؟ مع ان هو عايز اللي يكبر بخاطره. تعالوا معانا نشوف عم ابراهيم وعربيته المتواضعة، وماشي يكبر بخاطر الناس كلها. ربنا يجازيه خير ويجازي اي حد في جبر الخواطر حتى لو بكلمة. تعالوا معانا نشوف. مساء الخير يا عم ابراهيم. قول لي بقى يا سيدي، كيس التمر ده انت بتبيعه بكام في الزمن اللي احنا فيه ده؟ 3 جنيه. والله يعني لسه في حاجه اهو ب 3 جنيه. بالك قد ايه بقى في المهنه دي؟ بقالي 18 سنة. 18 سنه؟ ده انت وارثها بقى ابا عن جدا. ربنا يقويك. الله يخليك. بصراحه انت لفتت نظري يا عم ابراهيم. اديت لي طفل دلوقتي بعت له، بعد كده الطفل ده وقع الكيس. هيوقع منه غصب عنه. صح كده؟ انا خدت بالي. فانت اديت له كيس تاني ما اخدتش فلوس، ليه بقى؟ لا، ما وقع منه غصب عنه، لازم ارضيه، يعني هسيبه يمشي وخلاص. طب دي مش خساره ليك؟ مفيش خساره ولا حاجه، الحمد لله. يعني لازم يعني رضوا العيل عشان ربنا يرضيه. يعني ربنا بيرضيك في الاخر. الحمد لله. ربنا يرزقك يا عم ابراهيم يا رب. وانت حد مشرف بجد ان الواحد يقف ويتكلم معاك. الحمد لله. ربنا يقويك ويرزقك. الله يخليك. وعايزه اقول لك ان التمر بتاعك حلو قوي. لا الحمد لله. عجبك يعني؟ طبعا، واديتني كمان كيس هديه، دي حاجه كويس قوي. طيب ندفع حقه طيب؟ لا خلاص بجد يوصل والله. شكرا يا عم ابراهيم، وسعيده ان انا عملت لقاء معاك. الله يخليك. الله متشكره جدا. شكرا.